تدرون ليش الله خلق آدم في الجنة؟ طيب الله وش قال؟ اسمعوا ركزوا في الآية. إني جاعل في الجنة ولا في الأرض؟ في الأرض. معناته أن الله عارف، الله عارف طبعا أنه سينزل الأرض، وهو ما خلقه. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، معناته أنها معروف أنه بينزل في الأرض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال العلماء اختلفوا طبعا خلاف كبير في الآية هذه. قالوا على اعتبار أن الله خلق الجن وأمرهم بالعبادة فما عبدوه فقاتلتهم الملائكة فقتلتهم، وكأن الملائكة تقول يا رب تبغى تجيب مخلوق ثاني مثل ذولاك الجن اللي عصوك يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما لا تعلمون. جاعل في الأرض خليفة. الله خلقك يا آدم في الجنة لسبب رئيسي، عشان تعرف ان موطنك الجنة ما هي بالأرض، وعشان تشوف ملذاتها وتشوف نعيمها وتتحمس انك ترجع لها وتعمل من أجلها، وعلى أساس تكتشف عدوك الحقيقي إبليس، لأن إبليس كان موجود معه، كان في الجنة آدم وحواء وإبليس، وكان يدور إبليس حوله. ولكن الشيطان جلس يخطط على آدم تخطيطا كبيرا وحواء حتى أوقعهما في تلك المعصية. لكن قبل ندخل في هذا الموضوع، هنا الله سبحانه وتعالى دخل آدم الجنة، ولما خلق من ضلعه من؟ أي ضلع اللي خلقت من حواء؟ من يعرف؟ القصير هذا في الديرة مو عندنا. الضلع الأيسر، لذلك يقولون عدد الأضلاع اليسرى أقل من اليمنى، وخلقت من اليسار من ضلع أعوج. بعض الحريم تخاف من هالحديث، احنا نبي نطمنها اليوم. الضلع هذا هو اللي يحفظ القلب، ولذلك هذا ليس كلامي، هذا كلام العلماء. قالوا لو لم يكن فيه هذا الضلع المائل الأعوج هنا وضرب الإنسان لنزف ومات. فأنت حافظة للرجل أصلا. الله لما خلق آدم خلقه لمهمة عظيمة، وهو أن يستخلف في الأرض. وحواء خلقها ليش؟ على أساس تقوي آدم، على أساس تكون معاضدة لآدم، تكون تقويه. ليه؟ لأنه وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. وهذا الضلع نام آدم، فلما فاق فإذا بالله خلق حواء من ضلعه فلم يستنكرها. ولذلك لم تبدأ الحياة، ومن هنا أحد أهدافنا، بدأت الحياة باثنين، بأسرة. الله قادر يخلق آدم في الجنة ولما ينزل يجيب له حواء، وممكن نقول حرمة جابها الله في الأرض. لا لا لا، أنت موجودة معها في الجنة أصلا، وخلقها الله من هذا الضلع من آدم لتكون لصيقة به. خلق الله الرجال والنساء سواء، إلا فيما اختص الله به الرجال أو ما اختص الله تبارك وتعالى به النساء. ولذلك ترى شوفوا يا جماعة، احمد ربك، ترى الملائكة ودها أنها تم اختيارها مستخلفة في الأرض. هي تقول لله سبحانه وتعالى لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. حطنا حنا وشوف يا رب. قال إني أعلم ما لا تعلمون. حتى إبليس كان وده يستخلف، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، خلقته من طين وخلقتني من نار، أنا أفضل، كان حطيتني أنا مستخلف في الأرض. لا 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 لا، اخرج منها مذموم مدحورا. أنا ما أبغاك أنت، أنا خلقت آدم، اصطفيت آدم من بين مخلوقاتي. بعض الناس يجي ما يبغى، الله جعل لك توازن. لو يبغى عباد مكرمون عنده ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة بعضها من يوم خلقت ساجدة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وبعضها راكعة سبحان ربي العظيم. أطت السماء يعني لها صوت أزيز. لما تحمل أحيانا مكان مثلا خلنا نقول عربة وتسمع تحملها حمل كثير تسمع صوتها لها على أزيز. قال الله أطت السماء في الحديث وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا هناك ملك ساجد أو راكع. وإذا جاء يوم القيامة ورفعوا رؤوسهم وش يقولوا الملائكة؟ سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ما عبدناك، هو مخلوق الراكع وساجد.
وحنا نمن على الله في 5 فروض، نجي متأخرين ونتوضأ لإقامة الصلاة ونلحق على الركعة الأخيرة وعادي ونسلم بسرعة وننقرها.